السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديجو، شركة دي ديزاين. هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا. بند هو اللي بيحلي جمال الشقة، بند الديكورات والتجاعيد الخشبية. طبعا هنتكلم سريعا كده عن بند الديكورات والتجاعيد الخشبية. عندنا اتجاهين. أول اتجاه إن احنا بنجيب بي في سي مصنع، اللي هي الاستربات ال 12 سم، وبنلزقها بسيليكون وبنحطها على الحيطان. دي خلاص ادمت وبتدي باد انرجي في الشقة، فاحنا مش بنستخدمها. عندنا الاتجاه الثاني الخشب الطبيعي اللي احنا بنصنعه في السايت. الخشب الطبيعي زي ما انتم حضراتكم شايفين كده بيبقى في السايت في ورشه نجاره صغيره محافظ على موقعي كله بالكامل بالكراتين. طيب عندنا فيه ثلاث انواع. اول نوع ان احنا بنجيب الواح ام دي اف. طيب استخدم يا باشمهندس الواح ام دي اف في الديكورات ولا استخدم الكونتر؟ لو هي ديكورات استربات بتتحط على الحيطان استخدم ام دي اف عشان التكلفه بتاعتها قليله ومفيش فيها قدره تحمل ان هي مش هتشيل وحدات، وفي نفس الوقت التكلفه مش اكتر حاجه. الكونتر بنستخدمه في حاله ان هي في يونت او في احمال بتتحط عليها وبيبقى افضل بكتير، ولكن التكلفه تهمني في بند الديكورات حاجه ملزوقه، مش بنتكلم في تكلفه قوي. طيب الام دي اف عندنا منه هنستخدم فيه ثلاث طرق نستخدمه. اول حاجه نجيب الواح ام دي اف. الواح الام دي اف دي نحطها جاهزه، وبعد كده نجيب القشره الصناعيه، نجيب القشره ونحطها عليها، القشراجي بيحطها عليها، ثم بعد كده الراجل الاستورجي بيخش يظبطه، ودي تكلفه عاليه. عندنا الطريقه الثانيه ان احنا نجيب الواح ام دي اف زي دي بالقشره الطبيعي، لوح جاهز بيجي زي ده كده بالظبط، مديني الفينش ده، وبنبدا نشكل فيه وبنبدا نصنعه. ونيجي للحته دي ده برضه لو احنا عايزين نعمل فيه استربات بنخش على المكنه السي ان سي نعمل الاستربات دي، وبعد كده الاستربات من جوه الاستورجي بيعالج شكلها. النوع الثالث ان احنا بنجيب الواح الام دي اف ثم نحطها وندهنها دهان دوكو. دي انا كده كلمتكم 1 2 3 من حيث التكلفه. طب هنتكلم في السايت اللي احنا موجودين فيه. معانا طبعا الورشه النجاره الصغيره ومحافظ على الموقع بتاعي، معايا الديسك، معايا المنشار. طب ايه انا بعمل كده عشان احافظ على العلاقات وابدا اصنع كل حاجه في السايت طبقا للتصميم المطلوب، ما اصنعش في المصنع واجي هيبقى معايا مشاكل كتير جدا. طب نتكلم بقى هنا احنا معانا ايه. معانا هنا الديسك والاسطوانه والحاج احمد شغال اهو بيصنع. طب هنتكلم من البلكونه. البلكونه التراس هنا كبير معايا، ده اراوند 30 متر. طب ال 30 متر احنا عاملين هنا معانا عمود، العمود ده هيشيل اوزان. هنا عاملين ابلكاش. طب الابلكاش ده ليه عاملينه هنا دوران العمود؟ عشان نعمل اضاءه اندايركت، وفي نفس الوقت الام دي اف بيسهل تشكيله. طيب انا عامل ابلكاش هنا مقوي عشان الام دي اف ان انا عامله على الراوتر يبدا يلف معايا بالشكل ده، فاصبح ان هو يسهل تشكيله وفي نفس الوقت مقويه وفي نفس الوقت مديني الشكل اللي انا عايزه. طب هنيجي للحته الثانيه. الحته الثانيه هنا هيبقى فيه يونت متحمله، يبقى انا لازم استخدم خشب كونتر. الخشب الكونتر ده بيستحمل طبعا افضل من الام دي اف. الفكره في توظيف الخشب في مكانه، مش ان انا اعلي تكلفه على الفاضي وفي نفس الوقت تبقى الكوست عالي. طيب هنا بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا بنعلف بخشب سويد زي ما انتم شايفينه كده، ونبدا نشكل عليه اللي احنا عايزينه. ده خشب سويد. طيب نبدا نخش داخل باقي الشقه. معايا هنا طبعا احنا شغالين طبقا لتصميم ال 3 دي، بمعنى ان انا عندي الزونه دي مهندس الموقع موجود مع التصاميم كلها بالكامل، بيبدا يشوف كل حاجه ليها الصوره بتاعتها. دي من هنا بيبدا يصنع كده على زي ما بيقولوا كده في السايت، بيبقى معاه التصميم كله بالكامل ويبدا يسوي. طب هنتكلم في حاجه مهمه جدا، العلاقات ال 45 زي ما انتم شايفين كده. طبعا لسه الفينش ما خلصش، بس طبعا نهتم بالزاويه ال 45 تطلع انسب حاجه. لسه طبعا الاستورج هيفنشها، انا بتكلم على طريقه الاستلام. طب احنا خلصنا اللوح ده وعملناه سي ان سي، ده بيبدا يتعالج ازاي؟ نخش نشوفه هنا. بيبدا يتعالج ده اللوح اللي انتوا شفتوه بالمناسبه بره، بتطيب الشغل كله بالكامل. الاستورجي بيخش يعالج الحاجات البسيطه اللي جوه دي. طيب اماكن ضرب المسامير عشان اثبت بتبقى جوه، وفي نفس الوقت تراعي ان انت تضغطها جوه بحيث ان انت اما تيجي تعالج ما يبقاش المسمار ناطر، يبقى شكله مش احسن حاجه. طيب نخش جوه برده. معانا في الليفنج الشقه دي احنا شرحناها. معانا مسؤول قسم الديكورات طبعا بيتواصل مع المكتب الفني في حاله ان هو موجود فيه مشكله او علاقه عايز يستفسر عليها، فاتح لابه بيتواصل مع المكتب الفني مباشره لو في اي مشكله معاه. طيب برضه هنا الواح ام دي اف، دي الواح ام دي اف جاهزه واخده القشره الطبيعيه بتاعتها، ويبدا هنا نعمل خوارنات. نخش جوه نشوف باقي الشقه.
طيب نخش على الغرفه دي. ده النوع الثالث اللي بقول لكم عليه، ان احنا شايفين ان هنا دامجين ما بين اثنين، دامجين ما بين الطبيعي الام دي اف اللي موجود عليه قشره جاهزه، وحاطين هنا ام دي اف، ويبدا هو يصنفره ويبدا. وريني كده اللمبه يا باشا ويا ريس، وريني اللمبه كده انت بتبدا هنا تشتغل ازاي عشان تطلع احلى فينش. بيبدا يفضل يبقى شغال على لمبه، يبدا موجود كده باللمبه ويبدا يصنفر، يبدا يتصنفر كده يا باشا لو معاك صنفره، يبدا يصنفر وماسك اللمبه بالطريقه دي. اصبح ان مفيش اي حاجه، لو في حاجه ظاهره معاه في الفينش تبدا تظهر. يبقى انا هنا دامج ما بين النوعين اللي كلمتكم عليه. هنا كذلك برضو اعمال اخشاب، بتبدا تعمل حسابك في توصيلات الكهرباء. هنا في ليب بروفايل بيبقى طالع له طبعا السلك، لازم نراعي الحاجات دي جدا. وبرده هنا الاستربات، ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا. الحاجه مهمه جدا هنا مكان المسامير او الدبابيس اللي موجوده. تعالى هنا كده يا هندسه، هنا مكان المسامير اللي موجوده. طيب مكان المسامير اللي احنا داقين بيها ده هيطلع فينش مش احسن حاجه. بيبدا يدخله لجوه، يبدا هو يحط معجون يصنفره، يصبح ان الفينش كله في الكامل في اخر الشغل بيطلع مناسب جدا. طيب نخش على الغرفه الثانيه. برضه هنا برضه نفس الموضوع، الواح الام دي اف بيبدا يصنفر وبيبدا يشوف تفاصيله كلها عشان يطلع الفينش احسن حاجه. ده هنا برضه كذلك، هنا برضه كذلك. طيب ايه الملخص اللي انا اخده من الفيديو ده؟ ان احنا الثلاث حاجات اتكلمنا عليها. ان الفكره مش ان انا اعلي الكوست، لا، الفكره في ان انا احط الكوست المناسب في المكان المناسب. حاجه عليها احمال تحط كونتر، اعمال تجاليد حط ام دي اف، ما بقاش فيها مشاكل، ولكن اهتم بالفينش واهتم بالعلاقات، لان هي دي اللي بتظهر شغلك في الاخر. شكرا.